يا صباح الورد والفل والياسمين على اجمل متابعين في الدنيا، وانتوا بتشوفونا بالليل. يا مساء العسل على اجمل متابعين. هنعمل النهارده القلقاس باذن الله الشتوي، هنفرزه وهقول لك ازاي تفرزيه من الالف للياء. طبعا ده انسب وقت، احنا الوقت في شهر يناير، يعني شهر واحد، شهر البرد وشهر طوبة. تجيب القلقاسه الحلوه المدوره دي في شهر واحد وتغسليها غسله حلوه كده من اللي قلبك يحبها، باللي فتحت الحنفيه نزلي الرمل، نزلي الطين، نزلي الشوائب اللي فيها، نزلي كل حاجه وخليها زي الفل. اللي تقولك ما اغسلش القلقاسه، لا اغسليها، وبعد ما تغسليها نشفيها التنشيفه الحلوه كده. لازم تنشفي القلقاسه خالص، لا يبقى فيها برضو ميه ولا فيها اي حاجه، لدرجه السكينه اللي انت هتشتغلي بيها لازم تبقى ناشفه. شايفه القلقاسه بقت فله معاكي ازاي؟ احسن ما تشتغلي بالرمل والقرف اللي فيها والطين وكله يدخل في قلبها. بقت شمعه منوره، وتنشفي التنشيفه تمام. والسكينه اللي انا هشتغل بيها تنشفيها زي ما انت شايفه كده، وهتقولي بسم الله الرحمن الرحيم وتبداي تقشري. شايفه الراس اللي فوق دي؟ اوعي تسيب الراس اللي فوق دي، ايدك ماسكه الراس دي اللي هتحكمك. طالما القلقاسه معاكي كبيره كده يبقى دي اللي هتحكمك. دايما لما تيجي تشتري القلقاس اشتري قلقاسه على قد الطبخه بتاعتك. اشتريها مثلا لو بتاكلي كيلو اشتريها كيلو ونص، هترمي النص كيلو قشر والكيلو تطبخيه، علشان القلقاسه كلها تاخد معاكي سوي واحد. وقشريها وخليها زي الفل. اوعي تشيلي الراس اللي فوق دي، الراس اللي فوق دي اللي حكماكي وهتمسكي منها داير ما يدور. دايما يبقى عندك كيسة تقطعي تشيلي القشر كده عليها، وكيسة تانية تقطعي عليها. في ناس بتقطعها دواير وبعدين بتقشرها، بس انا بستسهل كده بصراحة، يعني انا اتعودت على كده. بغسلها، وبعد ما بغسلها بنشفها التنشيفة الحلوة، وابدأ ان انا امسكها من الراس واقشرها كده بالسكينة زي ما انتوا شايفين. اخر حاجة كده هتشال معاكي الراس خلاص. انا دي اللي كانت حكماني وانا قشرتها كلها، مش محتاجة الراس في اي حاجة. بصوا جمال القلقاس الشتوي. دايما تجيبي القلقاسة اللي هي المدورة وانت بتشتري، وابدأي خزني الوقت. يلا كل حاجة شتوي ابدأي خزنيها. اقسميها من النص، وكل نص قطعيه شرايح. مش عايزة اقولك عن كمية المعاناة اللي كنت بعانيها وانا بقطع القلقاسة دي. بصي شرايح النصين، كل نص قطعته شرايح بالسكينة. طبعا ده اسهل حاجة بقى الشرايح، اصعب حاجة ان انت تقسميها نصين، بس اللي جاي بقى كله سهل. وفي ناس بتقسمها بالمخرطة زي ما انت عايزة. بصي القشرة اللي فوق دي، بصي القشرة الغامقة دي هشيلها كلها تاني، عشان القلقاسة معاكي تبقى شامعة وفلة منورة كده. ما تسيبيش القشر الغامق. وابداي قطعي صوابع. يبقى انت بتقطعي القشر الغامق ده تشيليه. شايفة عامل ازاي؟ شايفة الفرق؟ برضو النظافة حلوة يا اولاد. ناخد الصوابع ونقطع الصوابع، عشان في الاخر الصوابع دي هنقطعها مكعبات، المكعب اللي انت عايزاه. هاتي القلقاس الشتوي وخزنيه معاكي من السنة للسنة. شايفة الجمال والنظافة؟ ده انسب وقت للقلقاس. انا عملت الفيديو ده زي ما انتوا طلبتوه مني، واللي حابب بقى يخزن يبدأ يخزن بإذن الله. ودايما هاتي قلقاسة واحدة تاخد سوي واحد، ما تجيبيش مثلا 3 4 قلقاسات وتطبخيهم، في اللي هتستوى في اللي مش هتستوى. خليكي دايما في الامان، وهاتي القلقاسة واحدة. شايفين القلقاس الكبير اللي جنبي ده؟ ما بجيبوش الا كبير كده. وابدأي ان انت قطعيه مكعبات، المكعب اللي يعجبك، تحسي ان انا قاعدة في سوق الخضار. بعد ما تقطعيه مكعبات كده زي ما انا بقطع، تصلي على النبي كده وانت قاعده بتشتغلي، وتقولي لي انت بتتابعيني منين. وما تنسيش المتابعه الحلوه بتاعه ام عمر. انا بشتغل من دمياط يا ولاد. بصي الجمال، الله عليكي، الله يا ام عمر تسلم ايديكي. مش عارفه غايتهم ايه وهما بيصوروني يجيبوا المطبخ كله. وتقطعي مكعبات المكعب اللي انت عايزها. دي التركايه بقى الجميله. بصي الجمال ده، السر كله في الليمونه دي يا ولاد. الليمونه ديت هتخلي، بصي الليمونه كل ما اعملها تنط. ما كل ما اعمل الليمونه تنط من ايدي. فلقه الليمونه دي، كل كيلو قلقاس متقشر عليه فلقه ليمونه. مش هتخلي القلقاسه تسود معاكي. هتخزنيه في التلاجة في الفريزر بتاعك من السنه للسنه، مش هيجرى له اي حاجه، ولا هينزل ماده لزجه، ولا لونه هيغمق او يسود معاكي. السر كله في الليمونه اللي انت حطيتيها. ما تحطيش البذر بتاع الليمونه بس. قلبي التقليبه الحلوه، كيسي الاكياس بتاعتك، خرجي منها الهواء زي ما عمر ما بتعمل كده. شايفه؟ اهم حاجه خرجي الهواء ده غلط على الاكياس. الهواء غلط على اي حاجه بتخزنيها في الفريزر. خرجي الهواء خالص. بصي الكيس، بصي الجمال. بصي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بصي تعرفي ازاي ان الهواء خارج من الكيس؟ لما تجيبي الكيس يمين وشمال الحاجه اللي فيه ما تقعش. بصي كده يبقى انت مخرجه منه الهواء تمام. وتسلم ايديك يا ام عمر. حطيه بقى في الفريزر واسحبي منه في التلاجة على الطبيخ على طول. ما تنسونوش في المتابعه يا ولاد. سلام.